جماعة ما تيجوا نشوف المسلسل اللي كله لبش ده بيقول ايه. وبيبدأ المسلسل في المطار مع سعيد اللي قرينا على ضحكته الجميلة في الجزء الأول لحد ما بقى مش سعيد بالمرة، لكنه بقى غني بعد ما كسب المسابقة وبقى معاه فلوس كتير فدلع نفسه وصبغ شعر أحمر، واللي دلوقتي بيقرر يسافر أمريكا لبنته، لكنه بيتراجع أول ما بيشوف الراجل اللي قابله لأول مرة وأقنعه إنه ينضم للعبة الحبار، وكان بيقنع ناس تانيين إنهم ينضموا للعبة. هنا سعيد بيفهم ان اللعبة ما انتهتش بموت العجوز، وان في حد تاني ورا اللعبة المنيلة ب60 نيلة دي، وبيتفاجئ بتليفونه بيرن، والمفاجأة ان القائد بيكلمه في التليفون وبيقول له انت هتندم على قرارك ده على فكرة. فبيتفاجئ سعيد لان القائد كان عارف مكانه وعارف هو ناوي يعمل ايه، اللي هو الراجل ده مهكرني ولا ايه. لكن سعيد بيقول له قشطة انا ما بخافش وهبذل كل جهدي علشان اوقف لعبة الكفار دي. المهم بعدها بيروح سعيد الحمام وبيفضل يدور في جسمه لحد ما بيلاقي شريحة مزروعة ورا ودنه، واللي عن طريقها المنظمين كانوا بيراقبوه. فبمنتهى الأريحية اللي في الدنيا بيفتح المكان ده بالقطر وبيخرج الشريحة عادي جدا. وفي الوقت ده بنشوف الضابط أشرف وهو لسه عايش، وتقريبا كده محدش كان بيحلق له شنب إعدادي ده لحد ما قلب على باسم سمرة. المهم إنه الحمد لله بيفوق من الغيبوبة، وبتمر سنتين من وقتها، وساعتها الضابط أشرف بيكون رجع لشغله لكن كظابط مرور، وده بعد ما حاول يقول لرؤسائه في الشغل على اللي شافه على الجزيرة وعلى لعبة الحبار، لكن أبدا مفيش أي حد صدقه واعتبروه مجنون. وبنعرف إنه رفض يقول أي معلومة عن أخوه، وقال لهم إنه مش فاكر وش الشخص اللي ضرب عليه النار، وعشان كده يأس وبطل يدور ورا الموضوع. لكن طبعا أخوه نسيم اللئيم كان واحد من المنظمين. ومن الناحية التانية بنشوف سعيد اللي عايش في فندق قديم وبيراقب اللي بيحصل بره بالكاميرات، وبيجيله السيد حواس اللي مدين كل الناس، وده لانه يبقى محصل ديون. وبنعرف انه شغال عنده لان سعيد بقاله سنتين بيدور على الشخص اللي قابله اول مره واداله دعوه للعبه الحبار. وبرضه حواس بيدور على الراجل ده لانه بياخد المتشردين اللي هو مدينهم، او طبعا مش بيرجعوا تاني، فهو عايز فلوس مقابل الفلوس اللي سلفها لهم دي. المهم بنعرف ان الشخص قص المصايب ده يبقى ملقب بالكشاف، لانه الشخص المسؤول عن جمع اللاعبين اللي هيشاركوا في لعبة الحبار. فبيطلب سعيد من حواس اللي مدين كل الناس انه يعين رجالة اكتر ويدوروا في كل محطات المترو طول اليوم، وبيوعدوا انه لو عرف يلاقي الكشاف ده هيديله مليار وون، وده بيكون مبلغ كبير جدا. وعشان كده السيد حواس بيبلغ محتاس المساعد بتاعه وبيقول له انه لو ساعده وعرفوا يلاقوا الكشاف ده هيديله نص الفلوس اللي هياخدها من سعيد. وتاني يوم بنشوف الضابط اشرف وهو مع القبطان عزوز، وبالمناسبة القبطان عزوز ده هو اللي أنقذ أشرف لما اتضرب بالنار ووقع في البحر. طبعا الضابط أشرف منونوة بقى معاه إنه لازم يدور على الجزيرة ويلاقيها، وده بمساعدة القبطان عزوز، لكنهم مش بيوصلوا لحاجة. وبنكمل مع محتاس اللي كان مجمع عدد كبير من الناس وبيوصف لهم شكل الراجل اللي هما بيدوروا عليه، وبيقول لهم إن الراجل ده هيلاقوه بيلاعب الناس لعبة كده مش عارفة انطقها، وإنه بيختار الفقراء واليائسين من الحياة. بتمر الأيام وبيفضل حواس ومحتاس والرجالة يدوروا من ناحية، وأشرف وعزوز يدوروا من ناحية تانية على الجزيرة، لكنهم برضو مش بيوصلوا لحاجة. لحد ما في يوم حواس ومحتاس بيشوفوا واحد ببدلة بيلاعب شحات اللعبة اللي أنا مش عارفة انطق اسمها دي، ووقتها أخيرا بيعرفوا إنهم لقوا الكشاف اللي بيدوروا عليه، وبيتصلوا بسعيد وبيبلغوه إنهم لقوا الراجل، فبيقول لهم يراقبوه لحد ما يجيلهم. ومن الناحية التانية بنشوف بنت اسمها هدير اللي قلبها كبير، وده لانها حامل من حبيبها ايهاب النصاب والجذاب لدرجه العذاب، وبتحاول انها تتصل بيه لكنه مش بيرد عليها. بنكمل مع الكشاف اللي بيشتري عدد كبير من بطاقات الحظ وخبز، بيدخل جنينه كبيره وبيلف على كل المتشردين وبيبدا يخيرهم ما بين الخبز وبطاقات الحظ، وبنشوف ان معظمهم بيختار بطاقات الحظ، وده لانهم بيكونوا طماعين وبيبقى نفسهم يكسبوا فلوس بسرعه لكنهم كلهم بيخسروا. وبعدها بيقف يزعق لهم وبيقول لهم انتوا اغبياء، كنتوا ممكن تختاروا العيش وتسدوا جوعكم، لكن طمعكم عماكم. طب اهو بقى، وبيفضل يدوس على العيش لغايه ما بيهرسوا خالص يعني. كل ده وحواسه محتاج شايفينه وبيستغربوا من اللي بيحصل، وبيقولوا لا
الراجل ده شكله هوب استنجلين على الاخر يعني. وفي الاثناء دي سعيد بيسوق العربيه باقصى سرعه عنده، ووقتها اشرف بيكون بيطارده بسبب السرعه، وزميله بيسحب منه الرخصه. لكن الضابط اشرف مش بيشوف سعيد، لكن بعد ما بيمشي سعيد بيكتشف اشرف من البيانات انه قابل سعيد مره زمان وهو بيدور على اخوه، وبيعرف انه كده هيبقى طرف الخيط اللي هيوصله مره تانية للجزيره، فبيقرر يجمع معلومات عنه. وفي نفس الوقت حواس ومحتاس بيكونوا بيراقبوا الكشاف، لكنه بيطلع ذكي وبيعرف انه متراقب وبيضربهم. ولما سعيد بيوصل لمكانهم بيشوف اثار للدم وبيعرف انهم اتخطفوا بس دول اتبهدلوا. المهم في الوقت ده الكشاف بيكون رابطهم وبيقول لهم انه هيلعبهم لعبه الرولة الروسي، وهيحط في المسدس طلقه واحده، وفي كل مره هيصوب على راس واحد فيهم، وبيخليهم يلعبوا لعبه طوبه ورقه مقص، واللي يخسر هيضرب عليه النار. مش عارفه الراجل ده ما كان معقد ما بيلعبش وهو صغير ولا ايه. المهم بيفضل المفتري يلعب باعصابهم كده لحد ما بيقتل حواس وبيفك محتاس وبيساله انت مين اللي بعتك يلا. وفي الاثناء دي الضابط اشرف بيكون مشي ورا رقم العربيه اللي كان راكبها سعيد، وبيعرف عنوان المقر السري بتاع رجالته، وبيفضل يفتش لحد ما بيعرف عنوان الفندق اللي عايش فيه. وفي نفس الوقت بيوصل سعيد للفندق وبيتفاجئ بالكشاف قدامه اللي بيقول له انا عرفت انك عايز تشوفني فجيت لك لحد عندك. فبيسأله سعيد انا عايز اعرف يا كلب اللعبه انت ايه اللي وصلك للبوزيشن بتاع الكشاف ده، يعني خدت كورسات يعني ولا عملت ايه؟ فقال له الكشاف ابدا يا سيدي، انا كنت حارس في اللعبه وابويا الحاج كان مشترك في اللعبه دي وطلب مني ان اقتله فقتلته واترقيت، كله اجتهاد شخصي يعني. فقال له سعيد لا ده انت ما شفتش بربع جنيه تربيه بقى، مفيش كلام. المهم انا عايز اعرف مين منظمين المسابقه دي وازاي اوصل لهم. لكن الكشاف بيضحك وبيقول له ان في جيبه حاجه هتجاوب على كل اسئلته وهتساعده كمان انه يوصل للمنظمين، بس لازم في الاول يلعبوا لعبه، واللعبه هتكون الرولة الروسي. هو بيحط طلقه واحده في المسدس وكل واحد فيهم بيوجه المسدس لدماغه مره وبيدوسوا على الزناد لحد ما بتكون اخر طلقه من نصيب الكشاف وبيموت قدام سعيد. ايه ده بتموتوا الصاروخ ليه يا جماعه؟ المهم في الوقت ده بيوصل الضابط اشرف للفندق، اما سعيد فبيفتش في جيب الكشاف وبيلاقي جواب جواه دعوه انضمام لحفله. وبنكمل مع اشرف اللي بيدخل اوضه وبيلاقي محتاس مربوط وبيساله عن سعيد، ولما بيوصل لاوضته وبيشوف جثه الكشاف بيعتقد ان سعيد هو اللي قتله، لكن سعيد بيكلبشه في الحمام. وهنا الضابط اشرف بيقول له انه كان معاهم على الجزيره وعارف ايه اللي بيحصل في الالعاب دي، وانه كان هناك علشان يدور على اخوه. وبيبدا يحكي له عن قائد اللعبه وبيقول له ان عنده معلومات كتير، وعشان كده بيساله سعيد انت تعرف هويه القائد ولا لا؟ فبيتوتر الضابط اشرف ومش بيرضى يقول له ان هو يبقى اخوه، طبعا دي حاجه تجيب العار يعني. المهم بيعرض عليه اشرف انه يساعده في انه يلاقيهم معاه، فبيوافق سعيد وبينضم لهم محتاس هو كمان علشان ينتقم لموت السيد حواس صديقه. وبعدين سعيد بياخدهم وبيوري لهم الفلوس اللي كسبها من المسابقه، وبيقول لهم انهم هيستخدموا الفلوس دي علشان يوقفوا اللعبه مهما كان الثمن، وكمان بيوريهم مخازن السلاح بتاعته وبيقول انه مخطط ومجهز لكل حاجه. ومن الناحيه التانيه بنشوف سعديه المفتريه، اللي مفتريه هنعرف قدام، واللي بتكون نايمه في عربيه متبهدله خالص وجنبها ادويه كتير، وبيجي فرد الامن وبيصحيها وبيطلب منها انها تمشي لانها ما ينفعش تركن هنا، فبتقوله انها شغاله في الملاهي ومش عايزه تتاخر عن شغلها. وتاني يوم فعلا بنشوف انها لابسه لبس دبدوب وبتوزع الحلوى على الاطفال، ولما بتشوف بنت بتعيط بتروح وبتديها الحلوى دي لانها بتفكرها ببنتها الصغيره المفقوده. وبالليل بيجي شخص وبيديها كارت علشان تشارك في لعبة الحبار. وتاني يوم بنشوف أشرف وهو بيكلم والدته على التليفون وبيقول لها مفيش أي أخبار عن أخو نسيم اللئيم اللي عامل فيها مسكين. عامل فيها مسكين ليه؟ هقول لكم حاضر. فبتقول له يروح عند قبر مرات أخوه، وإذا لقى الورد مش دبلان وقتها يتأكدوا إن أخوه لسه عايش، أما إذا كان الورد دبلان فهيعرفوا إنه مات. ولما بيوصل أشرف بيلاقي الورد دبلان وبيقول لمامته الكلام ده، لكن في الحقيقة مش بيعرفها إن نسيم اللئيم أخوه يبقى القائد للمسابقة غير القانونية دي. وفي الوقت ده بنشوف سعيد وهو بيخلع ضرس من ضروسه وبيزرع مكانه جهاز تتبع عادي جدا. هو الراجل ده الأعصاب الحسية عنده في ذمة الله ولا ايه؟ المهم بالنسبة بقى لسعدية المفترية فبتقدم استقالتها وبتمشي، لكنها بتتفاجئ ان البنت الصغيرة
اللي ادت لها الحلوى تعبت وراحت المستشفى، فبتروح وراها، ووقتها بتعرف ان الطفلة تبقى بنت بسام الرسام، وانها مريضة سرطان، وان ابوها مش معاه فلوس تغطي تكاليف علاجها. وفي يوم الهالوين بيستعد سعيد وبيرسم الخطة مع اشرف ومحتاس وباقي الفريق، وبعدها بيروح علشان يقابل القائد في ملهى ليلي، وبيدخل سعيد ومحتاس جوه، اما اشرف فبيكون بيراقب الوضع من بره. ووقتها بيبدأ يشوف ناس متنكرين في لبس الحراس بتوع المسابقة وبيبلغهم بالكلام ده، لكن سعيد ما بيكونش سامعه، وعشان كده بيضطر اشرف انه يدخل النادي الليلي، فبيلاقي محتاس متخدر ومن غير احساس، وبيجي واحد وبياخد سعيد وبيركبه ليموزين. وساعتها بيتكلم مع القائد وبيسأله ازاي اللعبة مستمرة بعد موت الراجل العجوز، فبيعرف منه ان العجوز ده كان مبتكر اللعبة، وان في مجموعة من المنظمين هم اللي بيتحكموا في اللعبة. فبيقول له سعيد انا بقى عايز اقابل المنظمين دول، انتوا ليه محسسيني انهم منظمين مهرجان الجونة؟ دول قتالين قتلة. فبيقول له القائد مفيش قدامك غير حل واحد علشان تقابل المنظمين. فبيقول له سعيد قول لي عليه الله يعمر بيتك. فبيقول له ابدا، انك تشارك في المسابقة للمرة التانية. فبيقول له يا ريتني ما سألتك الله يخرب بيتك. المهم في نفس الوقت بيظهر قناص وبيضرب نار على عجلات عربية الضابط أشرف وباقي الرجالة اللي معاه، ومش بيعرفوا يتتبعوا الليموزين. ووقتها بيتعصب سعيد وبيطلع مسدسه وبيفضل يضرب نار على الإزاز، ولما بييأس بيقرر يشارك في المسابقة. وفجأة بينتشر الغاز في العربية كلها وبينام سعيد. وفي الوقت ده بنشوف سعدية المفترية وهي بتلبس لبس الحراس، وبنعرف إنها هتشارك في لعبة الحبار، لكن بدورها كحارسة مش لاعبة، ورقمها هيكون 011. عرفتوا ليه بقى هتبقى مفترية؟ المهم تاني يوم بنشوف الضابط أشرف ومعاه محتاس وباقي رجالته وهم في المينا ورايحين لسفيرة القبطان عزوز، وبيستعدوا علشان يتتبعوا سعيد ويوصلوا لمكان الجزيرة. ووقتها محتاس بيكون قلقان على سعيد وخايف لا يتقتل في الألعاب وما يلحقوهوش، لكن أشرف بيبقى متأكد إنهم هينجحوا المرة دي. وبيبص في تليفونه وبيشوف إن جهاز التتبع المزروع في سعيد شغال. وفي الوقت ده بيصحى سعيد من النوم وبيلاقي نفسه في صالة النوم ومعاه 455 متسابق غيره، وبيلاقي المتسابقة رقم 44 مركزة معاه وبتقول له مهما تعمل مش هتقدر تغير قدرك. بعدها بيدخلوا الحراس وبيعرفوا لكل شروط اللعبة، وهي انهم هيشاركوا في 6 ألعاب على مدار 6 أيام. وهنا بيعترض المتسابق رقم 120 على الطريقة اللي جابوهم بيها هنا، وده لانهم شبه مخطوفين، فبيعتذر له الحارس عن الطريقة دي. وبعدين بيسأل متسابق الحراس عن السبب اللي مخليهم مغطيين وشهم، فبيرد عليه الحارس وبيقول له انهم لازم يحافظوا على سرية هويتهم، وده لضمان العدالة في المسابقة. معنى كده ان الحراس هيفضلوا مغطيين وشهم لحد اخر اللعبة. بعدها بيبدأ المتسابق رقم 333 واللي هو ايهاب النصاب والجذاب لدرجة العذاب. هو بيقول انه مستثمر وبيراهن في سوق العملات الرقمية البيتكوين، محتاج موبايله علشان يتابع مؤشر العملة. فبيقول له الحارس بس يا نصاب، انت مجرد واحد فاشل راهن بفلوسه وخسرها وبقيت مديون بمبالغ كبيرة جدا. وبنشوف ان معظم المتسابقين بيتم عرض صورهم على الشاشة وبيكونوا مديونين بمبالغ كبيرة جدا، وده السبب اللي خلاهم يشاركوا في لعبة الحبار من البداية. امال يعني ايه اللي هيزنقهم الزنقة المنيلة دي؟ المهم بيكمل الحارس كلامه وبيقول ان بعد كل لعبة هتزيد قيمة الجائزة المالية لحد ما توصل 45 مليار وون، والفلوس دي هتتحط في حصالة كبيرة، وده معناه ان المتسابق الواحد هيكسب بعد كل لعبة 100,000 وون. مش بس كده، الحارس قال لهم ان في ميزة جديدة في المسابقة السنة دي عن اي سنة فاتت، وهي ان من حقهم بعد كل لعبة انهم يعملوا تصويت ويحددوا اذا كانوا هيكملوا في المسابقة ولا هينسحبوا والفلوس تتقسم عليهم. ووقتها سعيد بيحس ان قائد اللعبة بيسخر منه، لانه بالحركة دي بيبقى بيستغل طمع المتسابقين، لانه واثق انه برغم المخاطرة دي ففي ناس طماعة وهيختاروا انهم يكملوا. وفي الاثناء دي بنشوف ماما زوبة القروبة المتسابقة رقم 149 وابنها كريم اللي بيتهزق كتير، وده لانها على طول بتزعق له يعني، وبيكون المتسابق رقم 7 وبتفضل تزعق له لانه شارك في المسابقة دي بعد ما اتدين بفلوس كتير. وفي نفس الوقت
بتحصل خناقة تانية بين المتسابق رقم 230 واللي اسمه علاء الدباغ اللي على طول عامل دماغ مع إيهاب النصاب، لأنه أخد منه مبلغ كبير وراهن بيه وخسره كله. وبعد ما بيوقع كل المتسابقين على الاستمارة بيروحوا علشان يتصوروا كالعادة كأنهم رايحين رحلة يا ضنايا، مش عارفين ايه اللي هيحصل لهم يعني. المهم بعدها بيطلب منهم الحراس انهم يوقعوا استمارة المشاركة في المسابقة، ومن الناحية التانية بيفضل محتاس ماشي ورا جهاز التتبع لحد ما بيوصل للجزيرة. وساعتها أشرف بيستخدم درون علشان يستكشف الجزيرة عن بعد ويتأكد إذا كانت نفس الجزيرة ولا لأ. في الوقت ده بيقابل سعيد صاحبه هادي الهادي، وساعتها بيستغرب جدا لأن سعيد بقاله 3 سنين مختفي، وتحديدا بعد موت أمه. وبيعتذر له هادي لأنه ما قدرش يسلفه الفلوس اللي كان محتاجها، لكن سعيد بيقول له إنه مش زعلان وبيطلب منه يفضل قريب منه وما يبعدش عنه مهما حصل. فبيستغرب هادي جدا لكنه بيسمع كلام سعيد. وباقي المتسابقين بيستعدوا علشان يشاركوا في اللعبة الأولى واللي اسمها إشارة حمراء إشارة خضراء، ودي لعبة بتبقى شبه الاستغماية كده، وبيكون في عروسة كبيرة واقفة. أول ما تقول إشارة خضراء يبدأوا اللاعبين يجروا، ولما تقول الإشارة حمراء يبدأوا اللاعبين يقفوا. وكل المتسابقين بيكونوا متخيلين إن اللعبة دي لعبة أطفال وسهلة. وبنرجع تاني لمحتاس اللي بيفضل ماشي ورا جهاز التتبع وبيشوف واحد لابس لبس الحراس وواقف بيصطاد، فبيقرب منه بسرعة لكنه بيتفاجئ ان جهاز التتبع محطوط وسط الطعم. ولما بيسألوا الصياد بيقول لهم ان في واحد جه اداله اللبس ده وقال له يعمل كده. ووقتها بيدركوا ان المنظمين اكتشفوا خدعة سعيد وشالوا جهاز التتبع وانه دلوقتي في خطر حقيقي. وفي نفس اللحظة سعيد بيدرك هو كمان ان جهاز التتبع اللي كان مزروع في ضرسه مش موجود، والكلام ده معناه انه مجبر يشارك في لعبة الحبار زي باقي اللاعبين للمرة التانية. وكل ده والقائد نسيم اللئيم متابع كل اللي بيحصل من خلال الشاشات. وفي الوقت ده سعيد بيزعق وبيقول للمتسابقين اللعبة مش سهلة زي ما انتم متوقعين، والعروسة الكيوت دي عينها عبارة عن مستشعر حركة، وان اللي هيتحرك بعد ما تقول ان الإشارة حمراء هيموت. وطبعا المتسابقين بيفتكروه مجنون او بيعمل الحركات دي علشان يخافوا، فمحدش بيصدقوا وبيفضلوا يتريقوا عليه. ومع ذلك بيفضل يحذرهم وبيقول لهم ما تخافوش، ومهما حصل ما تحاولوش تجروا او تهربوا من المكان لانكم هتموتوا. لكن برضو محدش بيهتم بكلامه اصلا وبيقول عليه عبيط. المهم بتبدأ اللعبة وبيقف سعيد قدامهم وبيقول لهم امتى يتحركوا وامتى يقفوا. وفجأة بتظهر نحلة وبتقف على وش متسابقة، وساعتها علاء الدباغ اللي على طول عامل دماغ بيبقى عايز يتأكد من نظرية سعيد، فبيقول للبنت اوعي يا انسه النحلة اللي على رقبتك دي. فالبنت بتتحرك، فالعروسة بتحدد مكانها، فالقناصين بيقتلوها هي وكل المتسابقين اللي اتحركوا. فبيترعب المتسابقين وبتجيلهم حالة من الفزع وبيحاولوا يهربوا من المكان ومش بيسمعوا تحذيرات سعيد، وعشان كده بيموت عدد كبير منهم. وطبعا القائد وسيم بيكون سعيد باللي بيحصل ده، اما علاء فبيكون مرعوب وبيطلع حباية وبياخدها علشان يعمل الدماغ. وبعدها سعيد بيتفق مع المتسابقين على استراتيجية جديدة، وهي انهم يقفوا في صفوف بحيث مستشعر الحركة اللي في العروسة ما يلقطش تحركاتهم بسهولة وبالتالي يفضلوا عايشين. وبالفعل بيقل عدد الناس اللي بيموتوا، وبنشوف ان سعدية المفترية الحارسة اللي رقمها 011 بيجي لها امر انها تقتل المتسابق 246 لانه اتحرك، لكنها مش بتنفذ الامر. ليه؟ لا مش عارفين الصراحة. هو بنشوف ان الحباية اللي علاء خدها اثرت عليه وخليته ما عندوش شعور اساسا، وبيزق 3 لاعبين وبيقعوا وبيستمتع لما بيشوفهم بيموتوا قدامه. قلنا مليون مرة لا للمخدرات يا جماعة، في ايه؟ المهم بتستمر اللعبة وبيوصل الكل لخط النهاية ما عدا لاعب واحد بيكون مصاب بطلقة في رجله، وبيكون فاضل اقل من 30 ثانية وينتهي وقت اللعبة. فاللاعب بيترجى سعيد انه يساعده، وبالفعل بيتحرك سعيد تجاهه وبيساعده هو ولاعبة تاني. وقبل نهاية الوقت بيقدروا هما ال3 انهم يعدوا خط النهاية. وفجأة الحارسة سعدية بتقتل اللاعب المصاب وبتتباهى وبتقول لزمايلها
انها خلصت البشرية من واحد فاشل. في الوقت ده اشرف بيكون هيتجنن هو ومحتاس، مش عارفين هم اتكشفوا ازاي، بيرجحوا ان في خاين بينهم هو اللي بلغ عنهم، لكن القبطان عزوز بيقول لهم انهم لو شكوا في بعض مش هيوصلوا لاي حاجة. وبعدها بيتجمع المتسابقين، ووقتها هادي الهادي بيسأل سعيد انت ازاي عرفت كل المعلومات دي؟ فبيقول له سعيد ابدا يا سيدي، اصلا انا شاركت في المسابقة دي قبل كده يعني. بعدين بيدخلوا الحراس وبيبلغوا المتسابقين ان في 91 لاعب ماتوا في اللعبة الاولى، وان عدد المتبقيين هو 365 من اصل 456 لاعب. وهنا سعيد بيقول للحارس ان قوانين اللعبة بتقول ان من حقهم يعملوا تصويت اذا كانوا هيكملوا ولا لا. فبيقول له الحارس كلامك صح، لكن لازم المتسابقين يعرفوا قيمة الجايزة الأول، وبتنزل الفلوس في الحصالة. وبيقول لهم الحارس إن بعد انتهاء اللعبة الأولى قيمة الجايزة هي 9 مليار وون، وإن فلوس المتسابقين اللي ماتوا اتضافت للحصالة. وهنا المتسابقين بيعرفوا إن كل ما لاعب يموت الفلوس بتزيد بقيمة 100,000 وون، وإنهم لو انسحبوا دلوقتي واختاروا إنهم ما يكملوش في اللعبة كل واحد فيهم هياخد 24 مليون وون، وإنهم لو اختاروا يكملوا الجايزة هتوصل ل 45 مليار وون. وطبعا في متسابقين كتير بيطمعوا، وبيبدأ التصويت تنازليا من اللاعب سعيد رقم 456، وطبعا بيصوت لصالح إنهاء اللعبة. وبيستمر التصويت، وبيشوف سعيد إن في عدد كبير من الناس صوتوا علشان تستمر اللعبة، فبيفضل يصرخ فيهم ويقول لهم انتوا مجانين هتموتوا. وهنا بيطلع راجل عجوز وبيقول له بص هم كده كده ميتين، لأنهم لو خرجوا من هنا الديانة هيقتلوهم، فالأحسن إنهم يكملوا ويكسبوا فلوس. فبيقول له اسكت انت يا عم الحاج بالله عليك. وبتدخل ماما زوبة القروبة المتسابقة رقم 149، وبتقول لهم إنها ست عجوزة ومش هتقدر تكمل المسابقة، وإن المبلغ اللي جمعوه كفاية، وبتطلب منهم يصوتوا بإنهاء المسابقة، وده لأنها بتكون خايفة على ابنها لحسن يموت هو كمان. وهنا بيعلن سعيد إنه كان مشارك في المسابقة دي قبل كده، وإن كل المتسابقين اللي معاه ماتوا ومحدش فيهم نجي، لكن برضه محدش بيسمعه. وبيجي الحارس وبيهدده بالسلاح، وبيكمل التصويت، وبتكون النتيجة لصالح الاستمرار. وبيكون متبقي 2 من اللاعبين، المتسابق رقم 7 اللي هو كريم اللي بيتهزق كتير، واللي مامته بتقنعه انه يصوت لصالح انهاء المسابقة، وفعلا بيعمل كده وبتتساوى ساعتها الاصوات. وبنيجي للمتسابق رقم 1 واللي قراره هيحدد اذا كانوا هيكملوا ولا لا، وبنتفاجئ ان المتسابق رقم 1 ده هو القائد نسيم اللئيم اللي قرر يشارك في المسابقة، وطبعا بيصوت لاستمرار المسابقة. ومن الناحية التانية بنشوف مجموعة من الحراس وهم بينقلوا الجثث، وبنشوف ان بعض التوابيت عليها علامة مميزة، وكمان في مجموعة تانية من الحراس بيوزعوا الأكل على اللاعبين. وبيكون سعيد حزين جدا لأن المتسابقين اللي معاه أغبياء وطماعين، وقرروا انهم يضحوا بحياتهم علشان الفلوس. ووقتها هادي بيحاول يخفف عنه وبيقوله انه هيساعدهم في الفوز لأنه شارك قبل كده في المسابقات دي. وبنشوف نسيم اللئيم المتسابق رقم 1 وهو جاي وبيقول لسعيد انه اختار انهم يكملوا بسببه، وده لانه شارك في المسابقات دي قبل كده ويقدر يساعدهم انهم يكسبوا من غير ما حد يموت. فبيقول له سعيد ان الموضوع مش سهل زي ما هو فاكر كده، وان الالعاب كل مدى بتبقى اصعب، وان احتمال كبير ما يكونش فيه ناجين اصلا، وانه لما شارك في المسابقة في 455 لاعب ماتوا وكان هو الناجي الوحيد. هو بيستغل القائد ان سعيد ما يعرفش هويته الحقيقية، وبيحاول يتقرب منه وبيسأله عن اللعبة الجاية. فبيقول لهم سعيد ان اللعبة الجاية اسمها دلغونة، واللي بتبقى عبارة عن انهم بيفصلوا الرسمة من على قطعة الحلوى. وقال لهم ان السر في اللعبة دي انهم يختاروا المثلث، لان ده بيكون اسهل شكل يقدروا يفصلوه، واصعب شكل هو الشمسية. وهنا بيجي المتسابق العجوز الطماع وبيقول لهم اسكتوا عشان محدش يسمعكم، لان اذا نجوا 365 لاعب كلهم ده معناه ان الفلوس مش هتزيد. فبيقول سعيد ده انت راجل سو. وفي الوقت ده بنشوف ماما زوبة وهي رايحة تدي جزء من اكلها الهدير لانها بتلاحظ انها حامل فبتصعب عليها. وبنكمل مع رقم 1 اللي بيسأل سعيد عن سبب مشاركته في اللعبة للمرة التانية، وبيستغرب لانه لو فعلا فاز بالجائزة المرة اللي فاتت فهو دلوقتي بقى راجل غني، فليه عرض حياته للخطر. فبيقول له سعيد ان الفلوس اللي هو خدها دي متلطخة بدم 455
55 واحد ماتوا، وانه طول السنين اللي فاتت دي كان حاسس بالذنب، وانه رجع للعبة من تاني بعد سنتين علشان يوقف اللعبة ويمنع موت الناس. هو بيلوم المتسابق رقم 1 على قراره باستمرار المسابقة، وبيقول له ان كان في 182 لاعب مش عايزين يكملوا. بعدها بيجي اللاعب رقم 388 وبيقول لهم انهم لازم يتعاونوا، وبيقول لهم ان اسمه هشام. لا ده عشان على طول الممثل ده معايا باسم هشام عادي يعني. المهم بينضم لهم وبيشكلوا فريق هم الاربعه. وبالليل بيجي المتسابق رقم 1 وبيعتذر لسعيد وبيكذب عليه وبيقول له ان اسمه شعبان الغلبان، واللي بيبقى بالكوري نفس لقب الراجل العجوز صانع اللعبه. المهم ان نسيم اللئيم ده بيعمل فيها مسكين. بيقول له انه شارك في المسابقه دي علشان يغطي تكاليف علاج زوجته المريضه، وقال ان مراته مريضه بتليف الكبد. مش بس كده، دي كمان حامل. وبيقول له انه حاول يستلف فلوس من ناس كتير، وبسبب كده اعتبروه مرتشي ورفضوه من الشغل. مش عارفه ايه العلاقه يعني. ووقتها بيصعب على سعيد لان قلبه قلب خصايه، وبيعتذر له على طريقته معاه. وفي الاثناء دي بنشوف مجموعه من الحراس وهما بيسرقوا الاعضاء من الجثث، لكن بيكون عدد الاعضاء اللي بياخدوها قليل، وده لان الجثث بيكون مر على وفاتهم وقت طويل، وكمان الاعضاء معظمها بتكون بايظه، وده بسبب ضرب النار العشوائي. فبيستغرب الحراس وبيقولوا انهم كانوا بيتعمدوا يصوبوا على المتسابقين في اماكن ما تقتلهمش. لكن واحد من الحراس بيقول ان الحارسه سعديه المفتريه بتتعمد تقتل المتسابقين وما تسيبش ولا واحد عايش. بيروحوا يبلغوا القائد بتاعهم بالكلام ده، فبيبعت واحد من الحرس لاوضه سعديه وبيقول لها القائد عايزك. ولما بتوصل لاوضه القائد بيحاول يقنعها انها تشارك معاهم، وبيقول لها ان محدش هيكتشف اللي هم بيعملوه، وان الموضوع مش هيبقى زي المره اللي فاتت، وده لانهم يستعانوا بدكتور من بره قد الدنيا ومش من المتسابقين زي المره اللي فاتت. وبيقول لها ان القائد نسيم مش هيكتشف امرهم، لكن سعديه بيكون عندها مبدأ وبترفض وبتقول له انا جايه هنا اقتل الفشله، مش جايه تاجر في الاعضاء، انت شايفني ايه ما عنديش قلب. فبيضغط عليها القائد وبيقول لها انه لما انقذها قالت له انها مستعده تعمل اي حاجه وان مفيش حاجه هتوقفها، لكنها بتصمم وبترفض تشارك في تجاره الاعضاء. فبيهددها القائد انها لو وقفت في طريقه هيقتلها. ومن الناحيه التانيه بنشوف الضابط اشرف وهو رايح لاسم الشرطه وبيقابل صاحبه وبيحكي له عن سعيد، وبيقول له انه كان مشارك في اللعبه وانه شاهد في القضيه. فبياخدوا صاحبه وبيروحوا لمدير الامن وبيطلب اشرف منه انه يمدوا بقوات دعم وامكانيات اكبر علشان يدوروا على الجزيره ويلاقوها. لكن مدير الامن بيضحك وبيقول له ان الشرطه بتشتغل بالادله وان مفيش دليل على صدق كلامه عن المسابقات، وبيطلب منه يروح عند دكتور نفسي ويتعالج. بعدها بيكلم اشرف محتاس وبيقولوا انهم هيكملوا لوحدهم وان الشرطه مش هتتعاون معاهم. بعدها بنشوف هدير رقم 222 وهي بتتكلم مع ايهاب النصاب حبيبها الواطي اللي هرب منها لما عرف انها حامل وبطل يرد على مكالماتها، لكنه بعدها بيحس بالندم وبيفضل يعتذر لها وبيقول لها انه كان فاكر انها اتخلصت من الجنين. وبنعرف ان هدير شاركت في اللعبه علشان تجمع فلوس وتقدر تربي ابنها، فبيوعدها ايهاب انهم بمجرد ما يخرجوا من المكان هيساعدها وهيربوا ابنهم سوا، لكنها بتقوله انها مش عايزه تشوفه تاني. بعدين بيدخلوا الحراس وبيقولوا لهم ان اللعبه التانيه هتبدا، وساعتها علاء الدباغ بياخد حبايه تانيه علشان يعمل بيها الدماغ. بياخدوهم الحراس على مكان اللعبه التانيه، وهنا سعيد بيتفاجئ هو وباقي المتسابقين، وده لان اللعبه اتغيرت وان اللعبه الجديده هتكون كالتالي: انهم هيتقسموا الفرق، كل فريق فيه 5 لاعبين، والخمس لاعبين دول رجلهم هتتربط في بعض وهيلعبوا 5 ألعاب وهم مربوطين، واللي هيقدر يوصل لخط النهايه قبل انتهاء الوقت المحدد هيكسب، واللي مش هيقدر هيموت. وبيبداوا المتسابقين يكونوا فرق، وطبعا كلهم بيبقوا عايزين يكونوا فرق قويه، وعشان كده بيسيبوا العواجيز والستات، وبتفضل هدير تدور على فريق وبيعرض عليها ايهاب انها تنضم ليه ويكونوا فريق سوا، لكن كرامتها بتنقح عليها وبترفض. اما المتسابقه عصمت اللي هو الواد البت واللي رقمها 120 بتحاول تنضم الفريق، لكن كل الفرق بترفضها، وده لانها واد بت زي ما احنا قلنا فبيتنمروا عليها. وبالنسبه للمتسابق كريم رقم 7 وماما زوبه القروبه مامته، برضو محدش بيرضى يضمه لفريقه لان مامته عجوزه وهتتسبب في خساره اي
الفريق تنضم له، فبيعرضوا عليه يسيبها وينضم ليهم لكنه بيرفض. لا طمرت فيك التربية يا كريم. في الوقت ده هدير بتروح لفريق سعيد وبتطلب منه انها تنضم له، لان كل الفرق محدش وافق ياخدها لانها حامل، فبتصعب عليه وبيوافق. وبكده فريق سعيد بيكون فيه هدير وهادي وهشام وطبعا نسيم اللئيم، وده بيكون اقوى فريق. وبيتكون فريق تاني من المتسابقين من كريم وماما زوبة وعصمت، اللي اول ما ماما زوبة بتشوفها بتقول ودي واد ولا بنت ولا ايه يا اولاد، محد يعرفنا. المهم بينضم ليهم كمان الشمان سهام رقم 44، ودي حاجة كده زي الشيخة أرواح عندنا. وكمان بينضم ليهم المتسابقة مي رقم 95، وده يعتبر أضعف فريق. وبينتهي وقت اختيار الفرق وبتبدأ المسابقة. وبتكون اللعبة عبارة عن مجموعة ألعاب مصغرة، وبتكون متقسمة على مراحل، ما ينفعش تعدي مرحلة من غير ما تفوز باللعبة وهكذا. واللعبة الأولى بتكون اللعبة اللي أنا مش عارفة أنطق اسمها دي، والتانية اسمها الحجر الطائر، والتالتة غونج غي، والرابعة النحلة الدوارة، والخامسة جيغي. والمفروض إن كل فريق يفوز بالخمس ألعاب دول خلال 5 دقايق بس. وبيبدأ كل فريق يقسم الألعاب على نفسه على حسب كل واحد بيعرف يلعب أنهي لعبة أحسن. فهدير بتختار اللعبة الأولى، وهشام بيختار غونغ غي، وهادي بيختار الحجر الطائر، وسعيد بيختار جيغي. ولعبة النحلة الدوارة بتبقى من نصيب نسيم. وبنعرف إن الحلبة متقسمة على جزئين، ومعنى كده إن في كل جولة هيبدأ فريقين. وبيبدأ الفريق الأول في اللعب وبيفضلوا ينطوا على رجل واحدة. هو بيلعبوا اللعبة اللي مش عارفة انطقها دي، واللي بتبقى عبارة عن ظرفين، ظرف في ايد اللاعب والتاني على الارض. ولو نجح اللاعب انه يقلب الظرف اللي على الارض بيكسب. ولما بينجح اللاعب في قلب الظرف بيتنقلوا للمرحلة اللي بعدها، واللي بتبقى لعبة الحجر الطائر، ودي بيكون فيها حجر على الارض والتاني في ايد اللاعب. ولو عرف اللاعب ينشن على الحجر اللي على الارض ويوقعه بيكسب. وللأسف الفريق الأول مش بيقدر يعدي من اللعبة التانية، والوقت بيخلص وبيجوا الحراس يقتلوهم. أما الفريق التاني فبيوصلوا للعبة التالتة، ودي بتبقى عبارة عن أحجار بيفضل اللاعب يرميهم في الهواء، ولو عرف يثبتهم على ظهر إيده كلهم بيكسب. وبينجح الفريق التاني إنهم يعدوا اللعبة دي وبيوصلوا للعبة اللي بعدها. لكن اللاعب بيتوتر لأن الوقت بيكون على وشك إنه يخلص. هو بيلاحظ باقي المتسابقين إن الألعاب دي سهلة لكنها محتاجة هدوء وتركيز، وإن أصعب لعبة هي النحلة الدوارة، وده لأنها بتاخد وقت طويل. وللأسف الفريق التاني مش بيقدروا يعدوا اللعبة دي وبيموتوا هم كمان. فبيتوتر كل المتسابقين ما عدا علاء اللي عامل دماغ وواخد المخدر ومش حاسس بالدنيا. وبيجي عضو تاني من فريقه وبيطلب منه حباية، فبيديله علاء لما بيلاقيه متوتر لأنه مش عايز فريقه يخسر. وفي الوقت ده الحراس بيدخلوا ومعاهم التوابيت وبيلموا جثث المتسابقين اللي ماتوا، وكالعادة بيعلموا على توابيت الناس اللي لسه فيها الروح. وهنا بتيجي الحارسة سعدية المفترية اللي بتموت بالمية وبتضرب نار على تابوت واحد منهم وبتخلص عليه. ومعنى كده إنها بتخالف أوامر القائد بتاعهم ومش هتسمح بعمليات بيع الأعضاء لأنها طبعا صاحبة مبدأ. المهم في الوقت ده بيستعد الفريق الأضعف إنه يشارك، وساعتها المتسابقة مي بتكون خايفة، فبتيجي المتسابقة عصمت وبتشجعها وبتقول لها إنهم هيثبتوا للكل إنهم مش أضعف فريق ولا حاجة، وإنهم هيقدروا يكسبوا اللعبة دي. وبيبدأوا يتعرفوا على بعض. فماما زوبة بتقول لهم إنها نيجيت من الحرب وأكيد مش هتخسر في لعبة من لعب الأطفال دي. طب اتكلمي بس على قدك يا ماما زوبة. المهم الشمان سهام بتفضل تصلي وبتقول لهم انهم هيكسبوا، وبيبصوا كلهم لبعض وبيصمموا على الفوز. وبيبدأ الفريق الألعاب وبيكسبوا اللعبة الأولى والتانية وكمان التالتة لحد ما بيوصلوا للعبة الرابعة وهي لعبة النحلة الدوارة. ووقتها سهام بتتوتر وبتفشل في المحاولة الأولى والتانية وكمان التالتة، وبتيأس وبتقول إنها هتتسبب في موتهم. فبتضربها عصمة قلمين وبتهددها وبتقول لها انتي فاكرني بنت ولا ايه؟ لا ما يصحي، ان احنا لو ما كسبناش هقتلك دلوقتي. واخيرا بتقدر سهام انها تعدي من اللعبه الرابعه وبيوصلوا للعبه الاخيره وبيشجعوهم باقي المتسابقين، وبتقدر عصمة انها تعدي اللعبه الاخيره في اخر لحظه. وبتستمر الالعاب وبيموت عدد كبير من المتسابقين ولحد ما بيوصلوا للمرحله الاخيره مش بيكون باقي غير فريقين، فريق سعيد وفريق تاني. وهنا سعيد بيقول لهم انه واثق فيهم وبيقدروا يعدوا اللعبة الأولى، وبتكسبها هدير من أول محاولة.
وبعدين اللعبة التانية هادي برضه بيكسبها من أول محاولة، وبيوصلوا للعبة التالتة وبيقدر هشام يعديها، وكل ده في وقت قياسي، وبيكون قدامهم وقت كبير يخلصوا فيه اللعبتين الباقيين. لكن نسيم اللئيم بيتعمد انه يأخرهم وبيخسر في لعبة النحلة، وبيفضل يرمي النحلة لأماكن بعيدة لحد ما بيضيع وقت كبير جدا. فبيشجعه سعيد وبيطلب منه انه يركز، وبيكون فاضل أقل من دقيقة، لكنهم أخيرا بينجحوا إنهم يعدوا المرحلة دي وبيوصلوا للمرحلة الأخيرة، ووقتها سعيد بيفاجئ الكل ببراعته وبيقدروا يكسبوا في اللعبة في الثواني الأخيرة. وبعدها بيتجمعوا اللاعبين، وبيزعل الراجل العجوز الطماع كل ما بيلاقي إن في متسابقين داخلين، وده لأن قيمة الجايزة بتقل، وبيبقوا في انتظار دخول الحراس علشان يعرفوا فيه كام واحد مات، وبالتالي يعرفوا قيمة الجايزة. ومن الناحية التانية بنشوف الحراس اللي بيتاجروا في الأعضاء، وهم بيقتحموا أوضة الحارسة سعدية المفترية وبيضربوها وبيعوروها وبيعلموا عليها من الآخر يعني، وبيهددوها إنها لو اتدخلت في شغلهم مرة تانية هيقتلوها. وبنكمل مع المتسابقين اللي بيعرفوا إن عدد المتسابقين اللي ماتوا 101 لاعب، وبالتالي زادت قيمة الجايزة ل20 مليار وون، ومعنى كده إنهم لو انسحبوا نصيب كل لاعب هيكون 78 مليون وون. ووقتها بيعترض بعض المتسابقين وبيقولوا إنهم خاطروا بحياتهم علشان المبلغ القليل ده، وإنهم كانوا المفروض يكسبوا أكتر من كده. وفي الوقت ده سعيد وفريقه بيتفقوا إنهم ينسحبوا وكل واحد يكتفي بالمبلغ اللي كسبه، وبيبدأ التصويت تصاعدي المرة دي باللاعب رقم 1 اللي بيختار إنه ينهي اللعبة، وبيستمر التصويت، وبيكون التقدم من نصيب الناس اللي بتبقى عايزة إن اللعبة تكمل. ولما بيجي الدور على سعيد بيكون محبط بسبب طمع المتسابقين وإنهم مش مدركين خطورة الوضع، وبيصوت لصالح إنهاء اللعبة، لكن طبعا نتيجة التصويت بتكون محسومة. وبعدها بيجي هادي وبيعتذر لسعيد لأنه خذله وصوت إنهم يكملوا، وده لأنه بيكون مديون بمبلغ كبير، وبيعتذر كمان لهدير وبيديها نص أكله، ونسيم أبو قلب كبير هو كمان بيديها أكله لأنها حامل. بعدها بنشوف إن معظم المتسابقين مش بيكونوا راضيين عن نتيجة التصويت، وعشان كده سعيد بيقول لفريقه إنهم يناموا تحت السراير ويحموا نفسهم بأي طريقة، وده لأنه متوقع إن هيحصل شغب وهتبدأ الناس تقتل في بعضها زي ما حصل في المسابقة اللي فاتت. وقال لهم إن المنظمين هيفرحوا جدا وهيستمتعوا لما يلاقوا الناس بتموت بعض كده، وهيعملوا دماغ زي علاء، فمش هيمنعوا الشغب غير بعد موت عدد كبير. وعشان كده بيقسموا نفسهم لمجموعات، مجموعة تنام والباقيين يحرسوهم. وتاني يوم بنشوف أشرف وهو مع القبطان عزوز وبيقول له يجمع أكل ووقود يكفيهم أسبوع، وبنعرف إنهم بيستعدوا علشان يدوروا على سعيد في كل الجزر الموجودة. وفي الوقت ده القائمين على اللعبة بيعلنوا عن بداية اللعبة الثالثة، واللي بيكون اسمها الاختلاط، وبتكون عبارة عن إن كل اللاعبين هيطلعوا على حلقة دوارة، وأول ما الموسيقى تقف هيسمعوا رقم. فمثلا لو سمعوا رقم 3 فده معناه إن كل 3 لاعبين هيدخلوا أوضة وهيتقفل عليهم، واللي مش هيلحقوا يدخلوا أي أوضة هيموتوا. وبنعرف إن عدد الأوض 50 أوضة، وبتبدأ اللعبة وبتشتغل الموسيقى، وفجأة بيسمعوا رقم 10، ووقتها فريق سعيد بينضم الفريق عصمت وبيدخلوا كلهم لنفس الأوضة، واللي مش بيعرفوا يدخلوا أي أوضة بيدخلوا الحراس وبيخلصوا عليهم. وبتستمر اللعبة جولة ورا جولة، وبيموت عدد كبير من اللاعبين لحد ما بيوصل عدد المتسابقين ل 126. وهنا نسيم بيقول لهم إن العدد اللي جاي هيبقى 2، وده معناه إن كل 2 لاعبين هيدخلوا أوضة، وبما إن في 50 أوضة فده معناه إن 100 لاعب بس هم اللي هيعيشوا وال26 الباقيين هيموتوا. وفعلا بتقف الموسيقى وبيسمعوا رقم 2، ووقتها كل اللاعبين بيجروا بسرعة علشان يلحقوا يدخلوا أوض. وساعتها هادي ونسيم بيدخلوا أوضة وبيكون فيها متسابق، فبيهجم عليه نسيم وبيقتله جدا يعني علشان ينجب نفسه هو وهادي. وبعد انتهاء اللعبة بنشوف ان الحراس بينقلوا جثث الأموات للمحرقة، اما اللي بيبقوا لسه عايشين فبيتسرق أعضائهم عادي جدا معروفة. بعدها سعيد بيقول انهم لازم يقنعوا المتسابقين اللي صوتوا باستمرار المسابقة انهم يصوتوا معاهم وينهوا المسابقة دي، لكن نسيم بيكون شايف انهم لو عملوا كده المتسابقين مش هيقتنعوا، بالعكس دول ممكن يطمعوا اكتر ويقنعوا الناس اللي صوتت علشان تنهي المسابقة انهم يكملوا علشان يكسبوا فلوس اكتر.
ومن الناحية التانية بيوصل أشرف وفريقه لجزيرة، وبيشكوا إنها ممكن تكون دي الجزيرة اللي بتتلعب عليها لعبة الحبار، وعشان كده بينزل مجموعة من الجنود وبيروحوا يستكشفوها، وهنا بتنفجر قنبلة وبيتضح إن ده فخ. وبنكمل مع المتسابقين وقت التصويت، وبيكون عددهم 100، وبيبدأ التصويت بسعيد، وبنشوف إن الأصوات قريبة من بعض. المهم بعد التصويت بيحصل برضو تعادل، فبيعلن الحراس إنهم هيسيبوا اللاعبين يفكروا لحد بكرة وهيتعاد التصويت من تاني. بعدها بيتوزع الأكل، وسعيد بيلاحظ إن في شوكة معدن جاية في الأكل بتاعه، وبيفهم إن المنظمين حطوا شوك معدن لبعض اللاعبين علشان يحرضوهم إنهم يموتوا بعض. وبالفعل بيحصل زي سعيد ما توقع، وبتحصل خناقة في الحمام بين علاء واللي بيبقى صوت بنعم وبين إيهاب اللي بيبقى صوت بلا، وبناء عليه فالفريق اللي قال نعم بيتخانقوا مع الفريق اللي قال لا، وبيقتل إيهاب علاء بالشوكة اللي بتكون معاه، وبيفضلوا الباقيين يقتلوا في بعض. وفجأة باقي المتسابقين بيسمعوا إن في لاعبين ماتوا، وبيشوفوا إن الفلوس بتزيد، وبيعرفوا إن في شغب حصل وإن المتسابقين بدأوا يقتلوا في بعض. وبنعرف إن المتسابقين اللي اختاروا يكملوا مات منهم 4، إنما المتسابقين اللي صوتوا بانتهاء المسابقة مات منهم 2. والكلام ده معناه إن لو اتعمل تصويت تاني النتيجة هتكون في صالح المتسابقين اللي صوتوا بلا. وفي الوقت ده بنشوف القبطان عزوز وهو بيبوظ الطيارة الدرون وبيقتل واحد من أفراد الطاقم لما بيشوفه، وبكده بنعرف إن هو السوي الخاين اللي في وسطهم. وبنكمل مع نسيم اللي بيخمن إن المتسابقين اللي صوتوا بنعم هيحاولوا يقتلوهم، وبيقول لباقي الفريق الكلام ده، وبيكون عايز يهاجمهم ويقتلهم قبل ما التانيين يخلصوا عليهم. بس سعيد بيرفض إنهم يخلصوا على بعض، وبيقول لهم إنهم لازم يستغلوا حالة الشغب اللي هتحصل ويهاجموا الحراس وياخدوا أسلحتهم ويخلصوا على المنظمين، وبكده هينهوا اللعبة دي من جذورها. وزي ما احنا عارفين إن نسيم أساسا لئيم لكنه عامل مسكين، وهو واحد من المنظمين، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين هو بيعمل كده ليه. المهم ان بمجرد ما الانوار بتتقفل بيبدأ الفريق التاني يهاجم كل اللي صوت بلا، وبيقتلوا عدد كبير منهم. وفي الوقت ده سعيد وفريقه مش بيهاجموا وبيفضلوا مستخبيين لحد ما بيدخلوا الحراس، وساعتها بيمشوا بمبدأ اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت. ولما الحراس بيقربوا منهم بيهاجموهم وبياخدوا أسلحتهم وبيقتلوا عدد كبير منهم، وبيهرب الحراس اللي باقيين وبيقفلوا الباب على المتسابقين، وبيتبقى حارس واحد سعيد واللي معاه بياخدوه رهينة. بعدين بيجمعوا كل الأسلحة والذخائر اللي بتتبقى معاهم، وبيطلب سعيد من المتسابقين اللي بيعرفوا يستخدموا سلاح انهم ينضموا له. فبعض الناس بينضموا وبعضهم بيكونوا خايفين. بعدها بيضرب نار على كل كاميرات المراقبة وبيكسروا الباب وبيخرجوا ومعاهم الحارس علشان ياخدهم لمكان الإدارة. وبيحصل ضرب نار بين المجموعة وبين مجموعة من الحراس، ووقتها نسيم بيقترح انهم يقسموا نفسهم لمجموعتين. فبياخد سعيد قناع الحارس اللي اتقتل وبيقول انه هياخد معاه هادي وهيحاولوا يوصلوا لمكان الإدارة، ونسيم وباقي الفريق المفروض انهم هيخلصوا على الحراس ويحصلوهم. وفعلا بيكتشف سعيد باب سري وبيدخل هو وهادي اللي بيسأله ليه اخترتني، فبيقول له لانك صديقي وانت الوحيد اللي بثق فيه. بعدين بيكلم نسيم باللاسلكي وبيقول له انه قرب لمكان الإدارة وبيطلب منه الدعم لان في حراس كتير وذخيرته على وشك انها تخلص. والمشكلة ان نسيم وفريقه هم كمان ذخيرتهم بتكون على وشك النفاذ، وعشان كده عصمت بتطلب من هشام انه يرجع تاني للمكان اللي فيه جثث الحراس ويجمع الذخيره اللي معاهم. لكن هشام الراجل بيترعب وبيخاف يكمل وهي ما شاء الله عليها. اما نسيم فبياخد 2 من الفريق، المفروض انه رايح علشان يساعد سعيد، لكن اللي بيحصل انه بيقتل زمايله وبيستخدم اللاسلكي وبيكلم الحراس وبيأمرهم يقضوا على التمرد. وفي نفس الوقت بيوهم سعيد انه اتقتل، لكنه في الوقت ده بيروح وبيتشيك وبيلبس لبس القائد، ووقتها الحراس بيخلصوا على كل المتمردين. بنكمل مع سعيد وهادي اللي استسلموا، ووقتها القائد اللي لابس قناع اسود بيظهر قدامهم وبيقول لسعيد استمتعت يا حبيبي وانت بتلعب دور البطل، لكن اللي عملته ده بقى ليه عواقب كبيرة جدا. وبيرفع المسدس وبيقتل هادي وبيقول لسعيد ارتحت كده. ووقتها بينهار سعيد وبيصرخ لان صاحبه اتقتل قدام عينه، ومش عارفه اجيبها لكم ازاي بس المسلسل كده خلص. وفي النهايه بنشوف اللاعبين واقفين وبيستعدوا للعبه الرابعه، وبكده بنكون في انتظار صدور الجزء الثالث من لعبه الحبار.